مش ممكن نختلف عليها بعد بيان الرئيس اللي اتقال بكل قوة وكل صدق. يعني البكاء اللي كان موجود على أصوات البكاء اللي كانت موجودة على كل الفضائيات العربية، مش عشان كان الرئيس طالع بيقول البيان وهو منكسر أو ضعيف، ولكن قاله بكل رزانة وبكل قوة، ولكن أهم ما فيه إن هو بكل صدق. وعشان كان صادق جدا وصل لكل قلوب المصريين اللي موجودين دلوقتي في جامعة الدول العربية وفي شارع رمسيس وفي كل حتة. وهنكلم الفنانين دلوقتي قدام ماسبيرو، كلهم بيقولوا نعم لمبارك، كلهم بيقولوا كفاية اللي بيحصل ده، كلهم بيقولوا إن المطالب خلاص كلها اتنفذت، دستور هيتعدل، في نائب للرئيس، في الإفلات الأمني اللي حصل هيحاسب، مش هيسيب البلد غير لما تكون أحسن من الأول، كل المطالب اتنفذت. معانا دلوقتي الفنان سامي العدل. ألو ألو. ايوه أستاذ سامي، صباح الخير. صباح الخير. تعليق حضرتك على بيان الرئيس، أكيد حضرتك شفته أكتر من مرة على الفضائيات، تعليق حضرتك؟ تعليقي يعني مش محتاج تعليق، لأن كل مصر طلعت في كل القنوات، وكان قبلك بفترة صغيرة جدا قاعدين بيتناقشوا حسن راتب والأخ اللي معاه بيقولوا إن خلاص بقى أستاذ صلاح الزهار. أستاذ صلاح يعني اللي أقصده بس احنا عملنا اللي علينا كويس قوي. طلعنا في مظاهرات سلميه يوم 25، شباب متحضر وجميل، واتضحك عليهم بعد كده. يمكن انا النهارده كلمت ناس كتير قوي من اللي موجودين في ميدان التحرير روحوا بيوتهم، اللي هم الاساسيين اللي راحوا روحوا بيوتهم. الباقيين اللي موجودين دول مين؟ انا مش فاهم. دول عايزين ايه يا استاذ سامي؟ ما انا مش فاهم هم عايزين ايه تاني، اذا كان بمجرد ما خلص بيان السيد حسني مبارك العظيم الجميل، طلع الاستاذ الكتاتني قال ان هم ما بيقبلوش بالبيان ده، ويجب ان يرحل، ولا بد ان يرحل على اعتبار انه مش من مصر. ايوه، المفروض نرحله للبلد اللي هو جاي منه. يعني هو قال انا هموت على ارض مصر، وهم طالعين بيقولوا لا يرحل. يقول لك لا يترحل. يعني زي ما يكون حد مسكناه هنا مش من مصر ولا بد ان احنا نرحله. ايوه، ودي مصيبه ان هم حتى مش فاهمين، مصيبه ان هم مش فاهمين ان احنا في ال8 ايام اللي فاتوا الناس دي حصل فيها ايه. هم ما نزلوش الشارع يشوفوا الشباب المصري الجميل اللي هم واقفين بيحرسوا بيوتنا واحنا كلنا واقفين معاهم. انا اول مره اعرف جيراني، اول مره اعرف مين اللي ساكن. حضرتك نزلت الشارع يا استاذ سامي؟ طبعا بقى لي 4-5 ايام واقف في الشارع مع اللجان الموجوده، اللجان الشعبيه، ويمكن لسه طالع من شويه لان اللجان الشعبيه قال لا احنا هنروح ميدان التحرير، وقلت لهم لا ده هيبقى. استاذ سامي، اهم جمل او يمكن وعود او تصريحات لمست قلب حضرتك كمصري في بيان الرئيس كانت ايه؟ وعود. الراجل قال دي اخر مره هرشح نفسي فيها. الراجل قال هنعدل الماده 76 و77 و88. الراجل طلب ان هم ينقوا نفسهم في مجلس الشعب والشورى. الراجل قال ان انا نفسي امشي بس ومصر في امان. ايه المطلوب منه تاني؟ واقوى مما كانت كمان. ايوه، ايه المطلوب منه تاني؟ ايه المطلوب في هذه الاهانات التي وجهت لرمز مصر؟ تقول ايه للناس اللي لسه موجوده في ميدان التحرير يا استاذ سامي؟ ايوه، الناس لسه موجوده في تقول لها ايه؟ انا لا خلاص، اغلب الناس اللي هم فعلا كانوا في ميدان التحرير ومحترمين اغلبهم روحوا، والباقيين هيتكشفوا بقى. يعني الباقيين اللي موجودين هيتكشفوا، لان احنا هنعرف كويس جدا 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 ان دول كانوا المندسين، دول اللي كانوا بيوزعوا منشورات النهارده، دول اللي مش عايزين لمصر انها تبقى مصر بدورها الريادي، ومش عايزين. هو حسني مبارك كان العاق. الله، ايه المطلوب يتعمل تاني؟ نائب رئيس، جبنا نائب رئيس، وبعدين يقول لك في اغلب البيانات، انا متابع المحور ومتابع دريم ومتابع الحياه، يقول لك هو اتاخر شويه. اتاخر في ايه؟ هي قرارات كانت بطيئه لكن كانت حكيمه يا استاذ سامي. ايوه، ما هي لازم تبقى كده والا ما ينفعش. انت بتعمل ثوره في الشارع ومطالب ان انت ترد فورا تبقى زيهم. تمنيات حضرتك لبكره تصرف فيها. يعني هو من الحكمه ومن العقل
ومن الرجاحه العقليه انه عارف امتى يقول وامتى ما يقولش وامتى وازاي وليه. ولا بد ان نستفيد، يعني لابد ان نستفيد من هذا الدرس. لابد ان احنا كلنا يبقى قلبنا على قلب بعض. لابد ان احنا كلنا وبلا استثناء ننزل للولاد بالراحه كده اللي في ميدان التحرير نقول لهم انتوا بقى روحوا، عشان اللي هيقف بعد كده ده مش مصري. بالزبط. وانا متاكد انه مش مصري. بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ سامي.